السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أمارات؟ كل ألف سنة وانتم طيبين يا حبايبي. عملتوا البسكوت ولا لسه؟ النهاردة بقى هنعمل بسكوت العيد. هنعمله بطعم البرتقال، هنعمله بالمكنة بطريقة بسيطة وسهلة جدا، وإن شاء الله هتعجبكم. والمقادير بتاعته بسيطة وسهلة جدا. وازاي تعمل هنشوف ازاي تعملي بسكوتة مقرمشة. البسكوت المقرمش شايفين باللون الذهبي الجميل ده اهو، والريحة التحفة. والبسكوتة كده ايه بترن كده ومقرمشة، وهتفضل مقرمشة ومخرفشة معاكي لاخر واحد، لاخر بسكوتة. بصوا الجمال، قد ايه ريحته جميلة، وقد ايه مقرمش، وقد ايه طعمه جميل. وهنشوف ازاي يا جماعة نسمي كده ونصلي على رسول الله، ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل البسكوت القمر ده ازاي. عندي هنا نص كيلو زبدة طالعة من التلاجة طبعا، وعندي نص كيلو سكر بودر انا اللي طحناه في البيت، وما تجيبيش سكر جاهز عشان بيبقى عليه نشا. وعندي كيس تانك هناخد منه معلقة صغيرة، وعندي كيس كيك شيف هناخده كله طبعا. وهناخد من العلبة ديت معلقة فانيليا، معلقة فانيليا قصدي، يعني ما يعادل كيس فانيليا. وعندك نشادر هناخد معلقة صغيرة، وربع كوباية عصير برتقان، ومعلقة كبيرة بشر برتقان، وست بيضات، وكيلو ونص دقيق، وذرة ملح. يبقى هنقول المقادير مرة تانية: كيلو ونص دقيق، ونص كيلو زبدة، ونص كيلو سكر بودر، وست بيضات، وربع كوباية عصير برتقان، وكيس كيك شيف، وذرة ملح، ومعلقة صغيرة نشادر، وكيس فانيليا، ومعلقة كبيرة بشر برتقان، ومعلقة صغيرة تانك أو فروتي. تمام كده. طيب نسمي الله كده ونبدأ مع بعض بقى نعجن البسكوت. الزبدة بقى يا جماعة طبعا هتبقى طالعة من التلاجة، يعني ايه، يا ريت تعجنها بإيدك كده، تعجنها بإيدك كده قبل ما تحط السكر، علشان ايه تمشي في المضرب، والمضرب يعرف يشتغل عليها. ولو هتعجني بايدك وما ما عندكش مضرب مفيش مشاكل خالص، بس ايه هو هياخد منك مجهود شويه. المرحله دي بس هي اللي متعبه شويه يا جماعه، ان انت بتفضلي حوالي نص ساعه شغاله على الزبده والسكر لحد ما تبقى كريمي، وتبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، والقوام ده، القوام الكريمي ده هو ده المطلوب. هو ده المطلوب، اللون الزبده يفتح مع السكر ويبقى كريمي كده زي ما انتوا شايفين كده. اه شايفين، هو ده اللي احنا عايزينه كده. ده سبب مهم من اسباب نجاح البسكوت معاكي، من اسباب نجاح البسكوت الحتة دي بقى هي كده انت عجنت البسكوت كده، يعتبر البسكوت انعجن خلاص، لان هي دي اهم مرحلة، اهم مرحلة. بعدين بقى تنزلي بالبيض واحدة واحدة، تنزلي بواحدة واحدة، وعليه الفانيليا طبعا. واحدة واحدة كده تدوبيها في الخليط بتاعك، وتنزلي بالباقي لحد ما الست بيضات يخلصهم. تقومي ضربهم كمان ضربتين تلاتة كده بالمضرب او بايدك، وبس كده. هنجيب بقى ربع كوباية العصير البرتقال، حطيت عليها معلقة صغيرة تانك، ومعلقة معلقة كبيرة بشر برتقال، ومعلقة صغيرة نشادر. هو ده اللي انا حطيته على البرتقال. بص فار ازاي، اول ما يفور كده قمت نازلة جري على الخليط بتاعي قبل ما ينزل على الارض. النشادر هي اللي خلت البرتقال يفور. طيب واحدة تقول لي انا مش عايزة بطعم البرتقال، هقول لها دي المقادير الاساسية. وبدل ما تحطي برتقان، ممكن تستبدلي البرتقان بلبن. وفي حالة اللبن طبعا انت مش هتحطي تانك ولا فروتي. انت هتدوبي معلقة النشادر في اللبن، برضو ربع كوباية لبن هتدوبي فيها معلقة نشادر صغيرة. لو انت عايزاه بطعم الايه، لو انت مش عايزاه بالبرتقان، عايزاه بالنشادر بس، يبقى هنستبدل الربع كوباية برتقان هنستبدلها باللبن. تمام. طيب انا عندي هنا بقى الخليط بتاعي كده بقى جاهز. جبت بقى الدقيق بتاعي، قلبت عليه الكيس كيك شيف او بيكنج باودر وذرة ملح، بصي ذرة بس كده. وتقومي جايه بقى ايه مقلبه الدقيق بتاعك، وتنزلي على الخليط بتاعك بالراحه بقى بشويش، واحده واحده، بشويش واحده، وتحطيه كده على مراحل، تحطي الدقيق على مراحل. اول ما يختفي الدقيق تقومي نازله باللي بعديه واللي بعديه، لحد ما ايه، لحد ما تخلصي الايه كميه الدقيق بتاعتك. هنا بقى احنا بنشيل بقى المضرب خالص، لان كده دوره انتهى. وبنبدا بقى نشتغل بايدينا، لان البسكوت عايز حنيه كده، وانت بتعملي، ولا عايز لت ولا عاجن، ده انت بتبسيه بايدك كده.
انا قلبت بقى الخليط في العجانه الواسعه ديت اللي كان فاضل فيها الشوات الدقيق علشان اخد راحتي واعجنه براحتي، لان العجانه كانت ديكها كانت ضيقه. بصوا شوفوا انا ببسه ازاي، بتبسيه زي القراقيق زي الكحك بالظبط. ولا تلتي، اوعي تلتي وتتعافي على العجينه وتلتيها عشان هيعضم منك وينشف منك وترجعي تقولي ايه ده سمنته شويه. لا، هي كده المقادير مظبوطه بالملي. وعايزه تتاكدي ان العجينه حلوه، تمسكيها بايدك النظيفه تلاقيها كده ايدك نظيفه كده وما بتشبطش في ايدك، يبقى انت كده تمام، والعجينه بتاعتك زي القمر وزي العسل وملبن بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كده تمام قوي. طيب كده بقى طبعا ايه، اول ما بتخلصي بقى بتبدأي خبيز على طول، لان البسكوت ولا بيرفع ولا بيخمر. ابتدينا بقى اهوت، جبت الصواني بتاعتي وشغلت الفرن يسخن. على ما املى اول صاج ده كنت مشغله الفرن. تمسحي بقى الصواني بتاعتك بسقطة زيت كده، علشان ايه لما تسيبيه يبرد وتيجي تطلعيه ما تلاقيهش بقى لازق ويتكسر منك وانت بتطلعيه من الصاج. لا، عص الصينية علشان ايه اول ما يبرد هتلاقيه سالك كده وبيتشال بسهولة وما يتكسرش منك بقى وانت بتشيليه. عايزه اقول لكم ان الكيلو ونص ده همت بسم الله ما شاء الله، انا خبزتهم في ساعه زمن ما غابوش، يعني خلصتهم بسرعه جدا، لدرجه ان انا ندمت ان انا ما كترتش الكميه، بس ان شاء الله نعمل تاني. فجيت بقى إيه، تسيبي بقى البسكوت ما تعبيش الا لما يبرد. يعني الصاج بيقعد حوالي 10 دقايق في الفرن يا جماعة، حوالي 10 دقايق في الفرن. لو في البوتاجاز برضو تقريبا هيقعد نفس المدة كده برضو. لو في البوتاجاز هتحط الصاج بتاعك في الرف الوسطاني وتهدي النار من تحت ومن فوق. طيب لو بتولعي بقى ايه، ممكن تولعي له الشواية، وممكن ايه تقفيل عليه بس كده هتلاقيه خد لون ذهبي من فوق، ومش ضروري تولعي الشواية. البسكوت بيحب النار الهادية. ده البسكوت العريضة، دي البسكوت اللي بالموس اللي بالمكنة، البسكوت اللي احنا اتعودنا عليه وتربينا عليه وطلعنا لقينا البسكوت اللي بالمكنة ده، كنا نقعد بقى ندور المكنة وناخد فيه يوم، كنا بنعمل كميات واحنا صغيرين بقى، كنا نعمل من البسكوت ده كمية يعني. فده احلى بكتير من الجاهز. انا كنت طول عمري بشتري بجد، يعني كنت بستسهل، بس النهارده طلعت في دماغي كده ان انا اعمله، بس عجبني جدا جدا. ولقيت بصوا جماله، شوفوا اللون الذهبي الجميل ده اهو، ده بكفايه البصه فيه كده تشبع بجد والله. وبيقرمش بقى، وكل شويه خبط اتنين على بعض كده يعملوا صوت. بصوا جميل ازاي، بصوا مقرمش وجميل جدا. ان شاء الله تعملوه ويعجبكم، وكل الف سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، البسكوت تعينيه تحفظيه بقى، عايزه تحفظيه ويبقى مقرمش، تعينيه بقى في لانش بوكس زي ده، يا تشيليه في لانش بوكس زي ده هوت، علشان يفضل مقرمش من اول واحده لاخر واحده. وتقفليه وتفتحي لما تكوني هتاخدي وتقفلي عليه تاني. طيب ما عندكيش بقى ايه اللانش بوكس كده زي حالاتي كده، كل اللي عندي صغير كده، فانا جبت كيس نظيف اهو، زي ما كانت والدتي بتعمل، كانت تجيب كيس نظيف واول ما البسكوت يبرد تقوم معبياه في الكيس وربطاه، نيجي نعوز ناخد منه ونقوم رابطينه تاني، بيفضل بقى مقرمش لاخر واحده، ولا بيطرى ولا بيجرى له اي حاجه. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.